كابتن حسن توفيق، ازيك؟ اهلا يا سيدي بيه. آه ليه بيسموك العميد؟ هو اي حد اسمه حسن، حسام حسن، احمد حسن، حسن توفيق، كله لازم يبقى العميد ولا ايه القصه دي؟ انت عايز كلام؟ العميد يعني انا بابا الشغلانه، العميد يعني انا اول واحد في المجال ده، العميد يعني اساله التاريخ واللي عنده حاجه قبل تاريخ العميد يطلعها. اه, ده نوع من الغرور ولا لا بالعكس، الثقه بالنفس والتاريخ. هو احنا بنتكلم في ارقام، مين اشتغل سنه كذا ومين بدا ومين ما بداش ومين بعد العميد ب 10 سنين ومين بعد 15 وكده يعني. في مسيرتك في الملاعب والحاجات دي، الحاجات العجيبه اللي انت كنت بتعملها دي، انت اتخانقت مره مع وائل جمعه؟ لا هي قصة. الكابتن وائل جمعة ده طبعا حد محترم جدا وصديق عزيز عليا، لكن تعرف حضرتك ان احنا اول كانت الكاميرا الوحيدة اللي بتبقى موجودة في الملعب، وكانت مصر كلها بتبقى قاعدة منتظرة اللقاءات بتاعة النجوم. فالكابتن وائل جمعة قبل انت عارف الكواليس اللي قبل الهوا، اتفقنا هنتكلم في ايه ومين موجود في الاستوديو ومين يعني هترحب بمين وكده وخلاص. فهو مستني انا في القناه يقولوا لي يلا ابدا اطلع هوا، ولسه بيقولوا لي يلا ابدا اطلع هوا، لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم، ببص لقيت الكابتن وائل جمعه مش موجود. يا كابتن انت مش لاقيه. فطبعا يعني كان موقف صعب جدا بخبرتي الحمد لله، لكن بعد كده ما انت طلعت سيحت له على الهوا يا كابتن. لا احنا اتصالحنا تاني وبعد كده جه معايا وكده واحنا على تواصل يعني. الدنيا تمام يعني؟ طبعا ربنا يحفظه. مين افضل مدرب انت عملت معاه لقاءات في الملعب اثناء المباريات؟ كل مدربين مصر بما فيهم مدربين المنتخبات، كابتن حسن شحاته، كابتن حلمي طولان، كابتن محمد صلاح، مالو الجوزيه نفسه، كلهم، كابتن حسام البدري. لكن طبعا في مدربين منهم بيتكلموا ويفتح حوارات معاك، وفي مدربين يا دوب تساله السؤال يرد على قد الاجابه على قد السؤال. فطبعا في خبره ان احنا ممكن نتكلم معاه ازاي ونساله سؤال يعني سريع ولا لا، على اساس ان هو ده بيتكلم مقتطب ولا بيتكلم بيفتح مواضيع. فخدنا خبرات ان احنا نتعامل مع هذه النماذج من المدربين يعني. هسألك سؤال بس تجاوبني من غير دبلوماسية يعني انت شايفني في وزارة الخارجية. ماشي خلاص. مين افضل مذيع هوا كنت بتشتغل معاه؟ يعني انت تبقى في الملعب وكنت تبقى مطمن ان مذيع الهوا اللي في الاستوديو ده هيقدمك صح وهيبقى زي ما بيقولوا كده ايه على الموجة معاك اثناء المباراة. طبعا عندنا نجوم كتير كانوا في الاستوديو واحنا في الملاعب، منهم الزملاء اللي في القناه زي خالد لطيف، انا حمزه. لكن شوف بدات تعدي لي كلهم. انا عايز تقول لي فلان كنت بستريح في اللعب معاه يا كابتن. مش ده لعب برضه؟ الكابتن طاهر ابو زيد كان بينجم المراسل. الكابتن خالد لطيف كان في بيني وبينه افيهات بنعملها مش متفق عليها طبعا، بس كان في مناوشات بيني وبينه على الهواء كانت بتعجب الجماهير، وكانت بتعمل نوع من المرح في الاستوديو يعني احنا نقدر نقول ان انت كنت بتستريح مع خالد لطيف جدا. طيب خلاص، معلش كابتن طاهر ابو زيد بقى، معلش ما يزعلش يعني، والباقيين ما يزعلوش. طيب في سؤال برضو مهم جدا بالنسبه لك انت كراجل مراسل، يعني زي ما بيقولوا كده بيسموك سندباد الملاعب ويسموك العميد. اشمعنى جت في دماغك فكره انك تعمل جمعيه للمراسلين؟ حاسس ان هم شويه مش واخدين حقهم؟ بالعكس، هو المراسل دلوقتي المراسل اهم، مش عايز اقول اهم من المذيع ولا العناصر الاعلاميه الاخرى، لكن بقى عنصر مهم واساسي في نقل الاحداث. اللي خلاني افكر في عمل جمعيه، اللي دخل علينا ناس كتير مالهمش في الشغلانه ديت ومالهمش في المجال اللي احنا فيه، منهم ناس بقى بصراحه يعني عشان بقى نبقى صريح عارفين يعني. ايوه ادخل في الصراحه، قول. منهم ناس كانت بتشيل شنط لنجوم، وكانت بتشيل اوراق للنجوم، وكانت بتقعد، واحنا طبعا انت عارف يعني المجال بتاعنا ده. لكن ده اللي خلاني اعمل جمعيه يبقى فيها دورات تدريبيه، يبقى فيها، لان في شباب كتير اكفاء جدا واكفأ من كل الموجودين دول. فده اللي خلاني افكر في الفكره ديت، ان احاول اكتشف نجوم من المراسلين الذين يستحقوا الظهور على الشاشه. يا سلام، بدأت تقول اهو. طيب بتسمع اغاني؟
طبعا. مين من الاصوات الحريمي بتحبها والاصوات الرجالي؟ فيروز طبعا، لكن عمرو دياب ده قصه بالنسبه لي يعني. عمرو دياب رقم واحد بالنسبه للرجاله، وفيروز. طب ما هي الجداد خالص، البنات الجداد ما فيش غير فيروز. لا طبعا. السيده فيروز دي خلاص، دي بالنسبه لنا كده تميمه يعني. كلهم ابنائي ها؟ لا كلهم فنانين كبار جدا. امان ماهر، انغام، دول حاجه عظيمه جدا وحاجه روعه يعني. ما بتعرفش تهرج خالص يا كابتن حسن؟ يعني تقول لي نكته مثلا؟ لا بهرج وبقول نكت طب ليه دايما بتطلع على الشاشه على طول يعني مغلس على المشاهدين ليه؟ لو شفت استاد النيل هتلاقي اول ما اطلع على الشاشه كل الضيوف والمقدم البرنامج كلهم يبتسموا وضحكتهم تبقى على وشهم، لان عارفين ان انا هقول افيه، عارفين ان انا هقول معلومه مش موجوده عندهم، عارفين ان انا دايما اول العميد ما يظهر على الشاشه روح المرح بتظهر في الاستوديو. امال انت مستغلس دمي ولا حاجه؟ لا انا بس مش عارف انت يعني انت مستقصدني ليه يعني، لكن انا بالعكس انا غير الفكره اللي في دماغك خالص يعني. نورتنا يا عميد. حبيبي يا نجم، الله يخليك.